أول شيء نبي نعرف إن كلمة سفر برلك بالتركي تعني السفر الجماعي، ومعناها عند العرب الملفى أو التشريد أو الترحيل أو الإجلاء من أراضيهم إلى بلدان بعيدة غريبة عنهم. سفر برلك هذه مأساة وجريمة سواها العثمانيون بأهل المدينة المنورة ما بين عام 1916 إلى 1919 من خلال ترحيلهم عنها وإخلاء المدينة من أهلها. تدري أن بسبب حادثة سفر برلك تلقى الأم رحلوها العثمانيون ببلد، والزوج هجروه ببلد آخر، والابن تاه في أرض غريبة ما يعرفها، والبنت شردها العثمانيون في أرض لا تعرف فيها أحد. تشتت شملهم بسبب حادثة سفر برلك، وكثير منهم ما اجتمع شملهم لين ماتوا. ومن هول هالمأساة تجد أهل المدينة خصوصا من كبار السن يؤرخون بحادثة سفر برلك. قصة سفر برلك تبدأ مع تعيين المجرم فخري باشا حاكم عثماني على المدينة النبوية. وعلى فكرة، تدري أن المجرم فخري باشا بكتاشي من حزب الاتحاد والترقي، وهذا حزب يحتقر كل ما هو عربي، ولاحظ بعض العرب يمجد فيهم. عموما، أول ما دخل المجرم فخري باشا المدينة دخلها في سيارة، كانت هذه أول سيارة تدخل المدينة النبوية في التاريخ. قام فخري باشا وأمر كل من يحيط في المدينة من القرى والبلدات أن يحتصروا ويحشروا داخل المدينة. من هنا بدت المأساة. أنذر المجرم فخري باشا سكان العوالي وسكان قبا وسكان قربان أن يحتصروا داخل المدينة. بعضهم رفض الاحتصار وبعضهم هرب. ذهب طابور من الجنود العثمانيون وسلطوا نيران مدافعهم على من رفض الاحتصار داخل المدينة، فضرب منطقة العوالي وقبا وقربان بمدافع ورصاص العثمانيون لرفضهم الاحتصار. وكان الشيخ أبو البركات الأنصاري من اللي رفضوا الاحتصار، كما يذكر سعيد طوالة في كتابه سفر برلك. وبقى الشيخ أبو البركات ببستانه، دخل عليه الجنود الأتراك ورموه بالرصاص واقتلوه في رمضان سنة 1334 هجري. أحكم فخري باشا محاصرة أهل المدينة وعدم خروجهم منها. بعدها أعلن المجرم فخري الأحكام العرفية ومنع الناس من الحديث عن أخبار الحرب، وبث جواسيسه في المدينة، وصار يلقي القبض على من يخالف. اللي يقبض عليه مخالف للقوانين يهجره. وهجر كثير من وجهاء وعلماء المدينة وشبابها إلى دمشق، عند السفاح جمال باشا اللي قتل المثقفين العرب، ثم يرحلونهم من دمشق إلى اسطنبول وبلاد البلغار بتهمة أنهم جواسيس. في سنة 1917 أصدر فخري باشا أمر بإجلاء أهل المدينة إلى الشام واسطنبول حتى تكون المدينة منطقة عسكرية. في البداية قال من أراد أن يهاجر برضاه فبها، ومن أراد أن يبقى فلا يطالبني بالطعام. وحدد اللي يبي الرحيل إلى شهر إبريل عام 1917. بعد 3 أيام تراجع وأعلن فخري باشا أن الترحيل يكون عام وإجباري، وأمر بمنادي يطوف المدينة بأن يرحل الناس إلى المدينة كلهم. هاجر في أول أيام الترحيل 40,000 من أهل المدينة. بعدين بدأ ياخذ الأمر منحى جدي، فتقرر إخراج الناس من المدينة بالإكراه. كان الجنود العثمانيون يأخذون الناس ويجرونهم قهرا إلى القطار، حتى أن بعض الناس أخذوهم ليلا وما كانوا مستعدين، حتى ما أخذوا أمتع وملابس. وبعض الناس قبضوا عليهم بالأسواق ويسوقونهم إلى محطة القطار في العنبرية. تصير في حوادث مأساة بتفرق الأب وابنته والأم عن ولدها. قام بعض أهل المدينة بالهرب في الليل إلى مكة خوف من المجرم فخري باشا. كان الأهالي يتوسلون للجنود العثمانيين ولا يستمع لهم أحد. من قصص المأساة اللي حصلت في المدينة بسبب حادثة سفر برلك في زمن الدولة العثمانية، محمد حسين زيدان شاهد عيان يذكر في كتابه العهود الثلاثة، يقول جنود فخري باشا رحلوا أمه معها بناتها الثنتين وتركوا أبوهم في المدينة. الأب ما كان يدري أن أسرته مهجرة. يوم جاء الخبر هرب إلى ينبع في الليل من هول الصدمة. يقول محمد حسين زيدان ماتت الأم وضاعت واحدة من البنتين، وكتب الله للبنت الثانية أنها ترجع بعد ما رحل المجرم فخري باشا. ويذكر خليل ملا خاطر في كتابه فضائل المدينة عن مأساة الترحيل، يقول إن امرأة ولدت لها طفل رضيع في ليلة من الليالي، طلع زوجها يبحث لهم عن طعام، لقوه العساكر العثمانيين فأخذوه قصرا إلى محطة القطار في العنبرية. قاعد يترجاهم ويتوسل لهم إنه يجيب زوجته وطفلها، منعوه. يوم الزوجة حست بتأخر زوجها طلعت وشافوها الجنود العثمانيين، ساقوها إلى محطة القطار، فأخذت تصيح وتبكي وتقول طفلي الرضيع في البيت، خلوني أخذه معي. لكن الجنود العثمانيين رفضوا بكاءها وتوسلها، وبقي الطفل المسكين في البيت ما حد يدري عنه إلى أن مات. يذكر سعيد طولة في كتابه سفر برلك عن الشريف إبراهيم العياشي أن أخته الشريفة زينب العياشي كان عمرها 15 سنة، طلعت تشتري حاجة من السوق، شافوها العساكر العثمانيين، فجأة سحبوها إلى محطة القطار في العنبرية. يوم حست أمها بتأخر بنتها قلقت عليها، طلعت تبحث عنها، دارت أن العثمانيين رحلوها وودوها للقطار. شافوها الجنود وقبضوا عليها ورحلوا الأم في اليوم التالي إلى جهة غير الجهة اللي رحلوا لها البنت. تشتت شمل أسرة العياشي، الأم ضاعت والبنت ضاعت والأبناء رحلوا إلى جهة مختلفة.
كان يجتمع فيها القطار أخلاط من أهل المدينة منوعة، ولد ما عنده أبوه، والأب بدون أسرته، والزوجة بدون زوجها. صار كل بيت في المدينة له قصة مختلفة. بالفيديو الجاي بنتكلم عن المجاعة اللي سببتها حادثة سفر برلك بقيادة المجرم فخري باشا. نتكلم في هالمقطع عن مأساة جوع أهل المدينة المنورة على يد السفاح فخري باشا. أمر فخري باشا بإغلاق الدكاكين في المدينة كلها، ومنع أهل المدينة المنورة من البيع والشراء، وأمر بعد بجمع كل التمور اللي في المدينة علشان يدخرها العساكر العثمانيين، ومنع بعد القبائل من إدخال الأقوات إلى أسواق المدينة. فحدثت مجاعة رهيبة فظيعة. يذكر سعيد طولة في كتابه سفر برلك أن في بداية الحصار على المدينة يشهد إبراهيم العياشي وهو شاهد عيان، يقول كان الخبز يوزع بالمناطق وتشوف طوابير كبيرة والناس معهم بطاقات من فخري باشا لاستلام حصصهم من الخبز. يصير الرجال واقف من بداية النهار إلى أذان العصر عشان يستلم حصته، وأحيانا ينتهي الخبز المقرر ولا يأخذ منها شيء بعد انتظار طويل. بحط لكم مقطع قصير يبين مأساة أهل المدينة يرويها محمد حسين زيدان الله يرحمه. في مثل في المدينة يقول، وهذا الحسين بن علي رحمه الله قال هذا الكلام: المدينة فيها الأسودان وهي لا تجوع، ولكنها جاعت رغم الأسودين. لماذا؟ لأنه فخري باشا حصر التمر كله في مخازن. لما دخل الأشراف المدينة يعلم الله أنه جبل أكبر من مسجد الغمامة أمام البلدية تمر، حجزوا فجاعوا الناس. التمرة بريال، كيس صغير قدري كده بشوية رز ل3 ضباط سواء أبو حسن الصيرفي ب50 جنيه ذهب. محمد يوسف عبيد عندنا من المدينة ولد عم الدكتور رضا عبيد باع بيت 3 طبقات بقيس رز.